حضور من رؤساء أحزاب وقادة كتل سياسية ورؤساء مبادرات وجميع ساكنة عرفات. أعزائي ناخبي عرفات العريقة في نضلها ونضجها السياسي وتعلقها بالمصلحة الوطنية. بعد أسبوع تقريبا 29 يونيو الجاري ستتجهون كسائر ناخبي الوطن العزيز إلى صناديق الاقتراع لتأدية واجبكم الوطني والإدلاء بأصواتكم للمرشح الأسر الذي تختارونه لقيادة البلاد طيلة السنوات الخمس. إن مرشحنا فخامة الأخ محمد ولي الشيخ القزواني الذي أكمل المأمورية الأولى حيث وصل كما تعلمون في أحلك الظروف التي عرفتها البلاد من خراب اقتصادي على كافة الأصعدة والمديونية الخارجية الكبيرة والثقيلة وتردي الأوضاع الصحية والتعليمية وتنامي الكراهية والحقد بين طبقات المجتمع تحت تأثير دعاية التيارات المعادية للوحدة الوطنية، إضافة إلى جائحة كورونا والحروب والأزمات التي عصفت ببعض الدول كالحرب الروسية الأوكرانية والمشاكل الإقليمية التي أدت إلى إنهار اقتصادية بعض البلدان. ورغم تلك الظروف الحالكة استطاع صاحب الفخامة المرشح محمد ولي الشيخ القزواني الوصول بالسفينة إلى بر الأمان رغم العواصف العاتية المذكورة. لذلك فهو جدير بأن يحظى بالتوفيق والنجاح في مأموريته الثانية. إذا نال ثقتكم ودعمكم جميعا يوم 29 يونيو وسينالها إن شاء الله. إن مرشحنا فخامة الأخ محمد ولي الشيخ القزواني سيواجه رهانات صعبة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن مهد الطريق وتغلب على المعوقات التي اعترضت طريقه خلال المأمورية الأولى. إن الأولويات متعددة غير أن المستقبل واعد إن شاء الله، وإن تقوية أركان دولة القانون ومؤسساتها المختلفة وإصلاح النظام القضائي وتحسين جودة الحكامة وتقريب الإدارة من المواطنين والتأثير الأمثل للمال العام ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات سيتم توفيرها مع الإصلاحات التي يتضمنها برنامج الأخ محمد ولي الشيخ محمد ولي الشيخ القزواني طموحي للوطن. إن جو الانفتاح السياسي الذي ساد بين الأغلبية والمعارضة بكافة أطيافها أتاح لجميع الفاعلين السياسيين إبداء آرائهم والاستماع إلى الرأي الآخر والاحتكام إلى الشعب فيما يصبون إليه من تغييرات ومناصب انتخابية مما لا يتعارض مع الدستور والتشريعات وقيم وتقاليد شعبنا المسلم الضاربة في أعمال التاريخ. لقد أدركت كافة مكونات شعبنا أن ما يوحدنا أقوى مما يفرقنا، وأن كل محاولات النيل من الوحدة الوطنية واللحمة ستبوء بالفشل إن شاء الله. ومما يبشر بالخير والنجاح والتوفيق أن البرنامج الانتخابي الطموح لمرشحنا صاحب الفخامة محمد ولي الشيخ القزواني برافعاته الخمس سينطلق في جو من الوئام والتفاهم بين كافة مكونات المجتمع وأطيافه السياسية. وفي المجال الاقتصادي سنطلق مجموعات من الورشات المبرمجة وفق خطة تنموية اقتصادية دقيقة يصحبها مخطط تمويلي شفاف إن شاء الله يتضمن الخطة المستقبلية للبرنامج الانتخابي طموحي للوطن مع مراقبة حاسمة لتسيير المال العام
وإشراك المجتمع المدني ككل في صنع القرارات، وتنفيذ البرامج العمومية، والإسهام في رقابة المواطنين على النشاط العمومي وفق إطار قانوني محدد. إن خططنا التنموية تطمح لتجاوز معدل النمو السنوي المسجل سنة 2023 وهو 4.3%، في حين لا يبلغ متوسط معدل النمو السنوي في إفريقيا جنوب الصحراء سوى 3.4%. ومع تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة في مجال المعادن والطاقة والصيد والزراعة، ستواصل معدلات النمو ارتفاعها، مما يمكن من إدخال الإصلاحات المبرمجة في مجال التعليم وتوسيع القطاع الصحي ومكافحة البطالة وخلق آلاف فرص العمل، ومواصلة دعم الطبقات الهشة والمسنين والمتقاعدين التي استفادت في الخمسية المنتهية من مساعدات نقدية وتمويل مشاريع مدرة للدخل تقدر بمئات المليارات من الأوقية. إن مرشحنا صاحب الفخامة محمد ولي الشيخ الغزواني يريد مأمورية بالشباب وللشباب، حيث يرى أن الشباب يمثل ثروة البلاد واحتياطها المستقبلي. وعمل المرشح صاحب الفخامة محمد ولي الشيخ الغزواني على الاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشباب التشغيلية والتكوينية، وتعهد بإنشاء مندوبية لترقية الشباب تمنح كامل الصلاحيات لإدارة ملف الشباب بجميع أبعاده. إن مقاطعة عرفات التي عرف سكانها بالتنوع المزري وبكثافتها السكانية العالية ستكون بصدارة كافة الخطط التنموية لصاحب الفخامة إن شاء الله. وستكون هذه المقاطعة بحول الله وقوته في مقدمة اهتماماته في برنامج طموحي للوطن، وسيحظى بإذن الله تعالى بثقة كافة ساكنتها. وتأكدوا من حقيقة لا مراء فيها إن شاء الله، هي أن عرفات ستكون على الموعد يوم 29 يونيو إن شاء الله. فمن قلعة الشموخ في عرفات سيفيض الناخبون عبر جسورها المؤسسة في هذا العهد الميمون ليؤدوا واجبهم الانتخابي، وبذلك ستكون عرفات في طليعة المشاركين في العبور الآمن بالبلد عموما إلى بر الإيمان. وجزاكم الله خيرا، وإلى يوم 29 أهلا وسهلا، مع السلامة.